سنة 2004 في أكواريوم مونتيري في كاليفورنيا، المكان كله مستني لحظة عظيمة جدا. حطوا قرش أبيض في حوض ضخم للمرة الأولى. الناس كلها واقفة بتتفرج، مبهورة بالقرش وهو بيشوف الحوض الجديد بتاعه. بس بعد أيام قليلة جدا حصلت حاجة محدش يتوقعها. القرش بدأ يصطدم بجدران الحوض. في الأول كانوا فاكرينها حاجة عادية، لكن الاصطدامات بقت مستمرة لدرجة إنه بدأ يؤذي نفسه، وفضل يعاني في الحوض، وده خلى الفريق هناك يضطر يطلقوه مرة تانية في البحر. التجربة دي كانت درس إن القرش ما يتحطش في أي مكان محدود. الحكاية دي بتعلمنا إن القرش مش مخلوق يقدر يتأقلم مع الحيز الضيق. جسمه مصمم لحركة مستمرة، ولو وقف حتى ثواني ده بيأثر على تنفسه. سنة 2012 تم تتبع قرش من نوع قرش النمر، وهو بيقطع مسافة مذهلة في البحر أكتر من 20,000 كيلومتر في سنة واحدة. القرش ده كان بيعمل جولات بحرية ضخمة عشان يدور على الأكل، وده بيوريك إن حياته عبارة عن رحلة دايمة، محيطات كاملة بيشوفها زي ملعب كبير ليه. لو فكرنا في حوض سمك مهما كان حجمه، مش هيوفر له جزء بسيط حتى من الحرية اللي بيعيشها في المحيط. المسافات اللي القرش بيقطعها يوميا بتوضح إن بيئته الطبيعية مش مكان مغلق. هو محتاج مساحات بحرية كبيرة عشان يلاقي أكله ويتحرك بحرية. في حوض أكواريوم تاني قرروا يعملوا تجربة. حطوا قرش مع مجموعة من الأسماك الكبيرة عشان يشوفوا لو هيعيشوا مع بعض. في الأول كل حاجة كانت ماشية تمام وزي الفل. القرش كان بيتحرك وسطهم عادي، مفيش أي مشاكل. لكن في يوم واحد وبسرعة غريبة، القرش هجم على أول سمكة كانت معدية جنبه. اللي شافوه كان صدمة. القرش فجأة بدأ يعتبر كل الأسماك اللي معاه في الحوض فريسة ليه، وده أنهى التجربة في وقتها. القروش بطبيعتها مفترسة، وده بيخلي أي محاولة تربيتها مع أسماك تانية مغامرة خطيرة جدا. القرش مش بيقدر يعيش مع كائنات تانية في مساحة صغيرة من غير ما يشوفهم كوجبة محتملة. كل قصة من القصص دي بتوضح إن القرش مخلوق مش زي أي سمكة تانية. حياته في البحر مليانة حرية ومساحات كبيرة، وما يقدرش يعيش في حوض محدود. قدرته على الحركة المستمرة، سلوكه المفترس، واحتياجه للفضاء الواسع، كل ده بيخلي مكانه الطبيعي المحيط مش حوض سمك. القصص دي بتأكد لنا قد إيه القرش مخلوق مميز، وده السبب ليه مش بتشوفه في أي حوض مائي. شكرا، سلام.